هو لسه اصلا في فرصه استثمار في المنصوره. انا ندى من شركه ساري للاستشارات العقاريه، وهكلمكم النهارده على ان احنا ليه نشتري في المنصوره الجديده. المنصوره الجديده من مدن الجيل الرابع اللي تم انشائها بقرار جمهوري سنه 2018، وكانت توالي للمدن الجديده زي العاصمه الاداريه الجديده والعلمين الجديده ومدينه الجلاله. المدينه تبعد عن المنصوره 54 كيلو، وهيتم ربطها بقطر كهربائي تبعد عن المنصوره الجديده في خلال ربع ساعه. المنصوره الجديده مدينه من مدن الجيل الرابع، البنيه التحتيه كلها حديثه. المدينه بعد مدينه جمصه بحوالي 6 كيلو على امتداد الطريق الدولي الساحلي وعلى البحر. المدينه عباره عن 7200 فدان، بتتقسم معايا لاربع مراحل. المرحله الرابعه هي اول مرحله هتقابلني على الطريق الدولي الساحلي، اللي بيكون موجود فيها المنشآت الحكوميه، وموجود فيها جامعه المنصوره الجديده، وموجود فيها مديريه الامن، وموجود فيها جهاز المدينه. المرحله الاولى هي كلها فيلات على البحر مباشره، فيلات زاهيه تبع شركه سيتي ايدج، شراكه بين هيئه مجتمعات عمرانيه وبنك التعمير واسكان، وموجود فيها سكن مصر وجنه مصر ودار مصر، وموجود فيها مدرسه بريطانيه. المرحله الثالثه موجود فيها كومباوندين سكنيين، كومباوند سيبل تبع شركه المعادي للتنميه والتعمير، وكومباوند زابر تبع شركه الصفوه للتنميه العمرانيه. خلينا نتكلم النهارده عن كومباوند زاهيه التابع لشركه سيتي ايدج اللي موجود في المرحله الاولى. الكومباوند فيه تايبس توين وتاون وستاند الون. المساحات عندي بتبدا من اول 319 متر لحد 816 متر، باسعار تبدا من 6,439,000، والتقسيط بيوصل لحد 10 سنين بمقدم 5% بس. الكومباوند على مساحه 710 فدان. ايه الخدمات اللي موجوده عندي؟ موجود شاطئ خاص بالكومباوند على بحر المنصوره الجديده، بالاضافه الى وجود نادي ووجود خدمات للاطفال، وجود مدرسه ووجود حضانات في كل مرحله موجوده، وده بيسهل علينا ان كل الخدمات تكون متاحه جنبنا، وان احنا ما نخرجش بره الكومباوند بتاعنا. وعندنا كمان في المنصوره الجديده وحدات طبيه ووحدات اداريه ووحدات تجاريه. فلو عايزين ان انتوا تستفسروا او تعرفوا اكتر عن العروض والاوفرز والاستثمار الموجود في المنصوره الجديده، ممكن تتواصلوا معنا عن طريق الرقم اللي هيظهر على الشاشه.